and holding me back. ازيكم يا جماعة، في فيديو جديد من فيديوهات مواصفات الموبايلات. النهاردة جايب لكم موبايل شاومي ريدمي K30، وهو واحد من المفاجآت اللي فجرتها شركة شاومي. وكمان في نسخة تانية من الموبايل بتدعم شبكة الجيل الخامس ال 5G، فهي أقوى منها في المعالج وكمان سعرها أعلى. نسخة ال 5G بتيجي بمعالج أعلى وهو كوالكوم سناب دراجون 765G، والنسخة العادية منه بتيجي سناب دراجون 730G. فمن أبرز مواصفات الموبايل إن الشاشة بتيجي بمقاس 6.67 بوصة، نوع IPS LCD Full HD، والمعالج بيجي كوالكوم سناب دراجون 730G ثماني النواة، والمعالج الرسومي بيجي من نوع أدرينو 618، وبيجي بنسختين من الرام، رامة 6 جيجا أو رامة 8 جيجا. والمساحات اللي بتوفر بها الموبايل هي 64 جيجا و128 جيجا و256 جيجا. والكاميرا الخلفية في الموبايل بتيجي رباعية، فالكاميرا الأولى 64 ميجا، والكاميرا التانية 8 ميجا، والكاميرا التالتة 2 ميجا، والرابعة 2 ميجا. والكاميرا الأمامية بتيجي بدقة 20 ميجا، والكاميرا التانية 2 ميجا. بطارية الموبايل بتيجي بقدرة 4500 ملي أمبير، والألوان اللي بينزل بها الموبايل الأزرق والأحمر والأرجواني. فمن أهم مميزات الموبايل إن مساحة الشاشة كبيرة نسبيا، فبتيجي بدقة الفول HD بلس من نوع IPS، إضاءتها جديدة وألوانها مشبعة، وكمان بتدعم معدل تحديث الشاشة بتردد 120 ميجا هرتز زي موبايل ون بلس 7T. وكمان الموبايل بتوفر فيه طبقة حماية للشاشة من نوع جوريلا الجيل الخامس مع إطار معدني. وأداء وسعة الموبايل ممتازين جدا، والموبايل سلس بدون أي لاج بسبب وجود المعالج اللي هو من أفضل المعالجات في الفئة السعرية المتوسطة، فهو سناب دراجون 730G. وكمان الرامة بتاعته الكبيرة نسبيا اللي بتوصل لحد 8 جيجا بايت، فممكن يشغل أحسن الألعاب وأكترها جودة على أعلى دقة من غير أي فريمات زي لعبة بابجي وكول اوف دوتي. وكمان بيدعم لعبة فورتنايت، يعني هو من الآخر كده بينافس شركة ريلمي XT. وسعته التخزين الداخلية بتبدأ من 64 جيجا لحد 256 جيجا، فهي سريعة في فتح التطبيقات زي سامسونج جالاكسي M30s. والجهاز بيجي متثبت عليه أحدث نظام تشغيل أندرويد الإصدار العاشر، وكمان أحدث واجهة لشاومي. وبتيجي كاميرات شاومي ريدمي K30 4 عدسات موجودين فوق بعض. العدسة الأساسية فيهم بدقة 64 ميجا بكسل، وبتستخدم مستشعر من نوع سوني IMX 668 عشان تطلع صور دقيقة وفي التفاصيل واضحة. أما العدسة التانية فبتيجي بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجا بكسل. والعدسة التالتة بتيجي مايكرو لتصوير الحاجات القريبة. والعدسة الرابعة بتيجي لعزل الصور عن الخلفية. الموبايل بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية جدا بتوصل لحد ال 4K، وكمان بيدعم التصوير الليلي اللي هو النايت مود، وكمان بيدعم التصوير البطيء اللي هو السلو موشن 720 بكسل بنسبة 960 فريم في الثانية. والكاميرا الأمامية للصور السيلفي فبتيجي الكاميرا مزدوجة على شكل ثقب فوق على اليمين. فالكاميرا الأولى بتيجي بدقة 20 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل عشان تعمل عزل للصور. وكمان بيدعم الاتصال عن طريق ال IR وعن طريق ال NFC زي موبايل شاومي مي نوت 10. والموبايل فيه بصمة ناحية الجنب مدموجة في زرار الباور علشان الاستجابة السريعة زي موبايل هواوي نوفا 5T، وهو من أرخص الموبايلات اللي ممكن تدعم شبكة الجيل الخامس على عكس سامسونج A90 الأغلب فارق كبير عنه. وبطارية الموبايل ضخمة، فهي 4500 ملي أمبير بتتناسب العمل والاتصال لمدة ساعات طويلة جدا. وكمان بتدعم الشحن السريع بقوة 27 واط، فالبطارية ممكن تشحن بالكامل 100% في وقت 70 دقيقة تقريبا. أما من عيب الموبايل إنك ما تقدرش تستخدم كارت ميموري وشريحتين في نفس الوقت، ومدخل اليو اس بي في الموبايل الإصدار الثاني لكنه تايب سي، والشاشة IPS. لكن أغلب المستخدمين بيفضل الشاشة الأموليد لأن الألوان بتاعتها بتكون كويسة جدا زي سامسونج A70s. والموبايل غير مقاوم للغبار أو الأتربة زي سامسونج نوت 10، بس في فرق كبير ما بين سعر الجهازين. فسعر الموبايل المتوقع للنسخة ال 6 جيجا رام مع مساحة تخزين 64 جيجا هو 3777 جنيه. أما السعر المتوقع للنسخة الجيل الخامس ال 5G هو بيبدأ من 4666 جنيه.